تلعب الى دغلس عزيز، كرة معه دغلس ينقلها ارضيه قدام لصلاح الجليل علي كاظم اللي بيحاول يشوط، صلحها الى يحليها الى خطره سعد الحوطي بيبعدها، لعبها الى سعود محمد، حسين محمد تنقطع، ترجع مره ثانيه هجمه خطره يطلعها طرابلسي، ترجع مره ثانيه شايد بالجول، جول الله! شوف شلون لما شافها وطلعها وراحت الطرابلسي ابعدها، ردت اللاعب رقم 14، اللاعب رقم 14 وردت له وشاف بالجول وضربت بالمدافع حسين وراحت داخل الجول. حسين محمد انقذ جول في الدقيقة الأولى من الشوط. صباح عبد الجليل تحط الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. جول العراق لا شيء الكويت، فاروق ابراهيم، حسين محمد كرة معاه بيلعبها أرضية، كان بيحصل نفس الشيء من رحيم كريم، شوف شلون لما يطلعها بحين يحطها بالجول، لكن رحيم كريم طلعها وراحت منه، شوف شلون قلت منه وراحت فوق برا الملعب كورنر. العنبري بينزل، العنبري بينزل بيسخن اللعبة، جاسم يعقوب طلع الى في عرض الملعب سعد الحوطي، حمد ابو حمد، جاسم يعقوب شايط، فاروق ابراهيم هو اللي شايط تطلع كرة برا الملعب اوت. العنبري بيسخن بينزل، كرة مع رعد حمودي حارس المرمى، عادل خضير، رحيم كريم لعبها الى هادي احمد، ياخذها عادل خضير، يا سلام بيمر عادل خضير كرة معاه، يهاجم قدام ناحية الشمال عادل خضير، تضرب ابراهيم دريم تطلع الكرة برا الملعب اوت. رامي التماس لمنتخب العراق، تلعب لفلاح حسن بتصلح الى عادل خضير، عادل خضير بيعليها يبعدها ابراهيم دريم، حسين محمد بيطلعها، طلع دفاع زعل كرة خطرة ناحية اليمين، بتصلح مرة ثانية شايط بالجول، الله! شنو هذا؟ كرة في عرض الملعب، مدافعين الكويت بتتصلح في عرض الملعب، بحط الفريق العراقي الهدف الثاني. في الدقيقة 4 من الشوط الثاني. يا من اللي جاب الجول؟ ماني شايفه، امام دربكة اف 18 رقم 5 بيطلع في الحين الفريق العراقي، صباح عبد الجليل وعلي كاظم. فيصل الدخيل كرة معه، فيصل الدخيل لعبها الى حمد ابو حمد، جاسم يعقوب، الله! الله يا ربي، يا جاسم بيحطها انما تضرب. حسين احمد، حسين محمد كرة معه، حمد ابو حمد، فاروق ابراهيم ناحية اليمين، فاروق طلع في عرض الملعب، انما طلعها المدافع العراقي برا الملعب كورنر. بدا يهاجم منتخب الكويت الاهلي، اللعبة الى حسين محمد، احمد بيعليها، فيصل الدخيل، جاسم الجول، حطها جول، الله! الله! حلوة حلوة يا شباب، حلوة، شوفوا شلون حسين محمد فروته راحت لجاسم، فيصل الدخيل، فيصل الدخيل عطاها سخي، راحت لجاسم وصلحت ناحية جاسم وحطها، دربت عليه وحطها بشماله بالجول، حط الجول الاولاني في الدقيقة 10. في الدقيقة 10 المباراة راح تحلو، والمباراة فيها جولين، 2 للعراق و1 لمنتخب الكويت.
في الدقيقة 10 جاسم يعقوب، اللعبة طويلة، ابراهيم دراهم يلعبها الى حسين محمد، حسين محمد كرة معه، فيصل دخل برا الملعب، صار الدعم مع لاعب وطلع ونزل بالسلام والحمد لله. اللعبة رضا معرفي، رضا معرفي لاعبها قدام الى العنبري عبد العزيز، العنبري بيطولها قدام عند جاسم يعقوب، جاسم بيحضر الجول، يلا طلع الريال الجول، جول الله الله ربي، شنو هذا يا شباب؟ الله يا جاسم يا فيصل الدخيل، لعبتوا هجوم قوسوا، لعبوا هجوم من زمان، ليش تلعبوا الدفاع؟ شوف جاسم يعقوب، شوف فيصل الدخيل، شوف حطوا الجول، شوف حطوا الجول، اثنين في الدقيقة 11، صورة طبق الاصل، في اقل من دقيقتين جولين، في اقل من دقيقتين جولين، الله 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 الله، في الدقيقة 11 الدخيل فيصل الدخيل، حلو جولين للعراق حلوين، جولين لمنتخب الكويت حلوين، وتوني قاعد اقول فيها مباراة فيها جوال، تلعب كرة في النص زي ما عاد يحط من ناحية اليمين الى حسين محمد علي، توصل الى فاروق ابراهيم، نادي الخيل يضرب فاروق ابراهيم اللي سوى نازل على حسين، اللعب فاروق ابراهيم، كرة عالية، جاسم يعقوب راسه، جول راية مرفوعة مو جول، تشبع جاسم يعقوب، شوف الوقت شلون رفعت، وبعدين يا جاسم والله العظيم بعدين يا جاسم والله مو اوفسايد، بعدين يا جاسم كرة رفعت في الاول، جاسم يا من ورا وحاطها براسه، انما مساعد الحكم التونسي رافع الراية، جاسم يا من ورا وحاطها براسه مع حارس المرمى رعد حمودي، رفعها حسين، وثم لما رفعها حسين جاسم حط راسه فيها، ومساعد الحكم رفع الرايه وحطها اوف سايد. طبعا